احلى واطعم واسرع طاجن بطاطس بالبشاميل اللي ممكن تعمليه بمكونات اقتصاديه موجوده في البيت، والطعم حكايه. بتركايه بسيطه هتظبطي البشاميل وطعم الطاجن، وبألف هنا وشفا. لعمل الحشوه اللي هنحشي بيها الطاجن بتاعنا، وقع على النار. هجيب 4 معالق من الزيت كبار. هجيب عندي تشكيله من الخضار المتقطع جوليان، كلها شرايح رفيعه. بصل، فلفل الوان احمر واخضر واصفر، طماطم متقطعه جوليان، 3 فصوص من الثوم هبشرهم. هنزل الاول بالبصل، ضيف عليه رشه من الملح تساعده ان ينزل ميته. بدات تدبل البصله كده معايا، هنزل بالفلفل الالوان. هضيف 3 فصوص من الثوم المبشورين، هشوحهم كلهم كده مع بعض. بعد ما دبل معايا الخضار بالشكل ده، عايزه ازود القيمه الغذائيه للطاجن بتاعي لان انا عاملاه نباتي صيامي بدون لحوم. هجيب 3 وحدات من المشروم، والمشروم ما بيتغسلش، بتجيبي فوطه منديه نظيفه وعلى سطح المشروم كده تبداي تنضفيه بيها لحد ما يبقى معاكي بالشكل ده. قطعته شرايح جوليان زي الخضار، ورشيت عليه رشه من عصير الليمون. هنزل بيه على الخضار بالشكل ده واقلبه لحد ما يدبل. سوى معايا الخضار بالشكل ده، هنزل اخر حاجه عليه الطماطم، هقلبه معاه تقليبه واحده. هتبل الخضار بتاعي ملح، كمون، رشه من الفلفل، هديله رشه من الزعتر بتدي الخضار طعم حلو. كده الحشوه معايا بقت جاهزه. المكون الرئيسي اللي عندنا في الوصفه هو البطاطس اللي هنعمل بيه طاجن البطاطس بالبشاميل، فالغالبه بيقليه، فاحنا مش هنقلي البطاطس، نقلل من نسبه الدهون. جبت طاسه على النار، حطيت فيها 3 معالق من الزيت الكبار. هبدا اديهم تشميعه في الزيت علشان البطاطس تستوي كويس معايا وما تتهريش. شمعت معايا البطاطس بالشكل ده علشان تحتفظ بقوامها ما تتهريش في الطاجن. هطلعها معايا كده، يفضل وهي سخنه كده تديها رشه من بهارات البطاطس بتديها طعم حلو. لعمل البشاميل هجيب حله على النار، هضيف فيها 5 معالق من الزيت كبار. حضرتك حطي الماده الدهنيه اللي تعجبك، سمنه او زبده زي ما تحبي. هضيف عليهم 4 معالق كبار من الدقيق، معلقه كبيره كده مليانه، 2 3 4. هضيف عليهم معلقتين كبار من اللبن البودر النباتي، لبن الصويا او لبن اللوز، لو مش متوفر عندك ما تضيفوهوش. هشوح الدقيق واللبن كويس علشان اطلع الرطوبه اللي في الدقيق من غير ما ياخد معايا لون بالشكل ده. هنزل بالميه واقلب علشان الدقيق ما يتكتلش معايا، شويه بشويه كده لحد ما الدقيق كله يفك. هتبل صوص البشاميل بتاعي بمكعب مرق خضروات، رشه من الفلفل، ودوقه لو لقيته محتاج ملح هزود ملح. غلى الصوص معايا بالشكل ده وبقى بالقوام الكريمي الناعم ده، هطفي عليه النار. جهزنا كده كل مكونات الطاجن بتاعنا، الحشوه والبطاطس اللي شوحناها في الزيت تشويحه بسيطه ورشناها برشه من توابل البطاطس بقت معايا بالشكل الجميل ده، وصوص البشاميل. هجيب الطاجن هضيف فيه مغرفتين من صوص البشاميل، هرص حبات البطاطس في الطاجن بالشكل ده. رصيت الطاجن بالشكل ده، هضيف الحشوة افردها كده على البطاطس. هرص باقي كمية البطاطس على الحشوة. بعد ما رصينا البطاطس بالشكل ده هضيف بقية صوص البشاميل. دخل الطاجن الفرن على درجة حرارة 200، تكون فرن شغالة من قبلها بربع ساعة عشان اكون واخدة درجة الحرارة المظبوطة لحد ما الطاجن يكمل تسويته والبشاميل ياخد لون ذهبي حلو. ده شكل الطاجن الحلو بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. احلى طاجن بطاطس بالبشاميل اللي ممكن تاكليه، طاجن اقتصادي وطعمه خطير جدا، يا ريت تجربوه.